قبل نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وتقريبا ب6 شهور بدأ يحصل حاجات غريبة في حياة النبي. كان لما بيكون ماشي في شوارع مكة بيلاقي حجر وشجر بيقولوا له السلام عليك يا رسول الله، ولما يلتفت النبي ما كانش بيلاقي حاجة تانية. لما كان النبي بيشوف رؤية كان تاني يوم تتحقق كما هي، وده كان التحضير النفسي للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدها حببت إليه الخلاق، من خلق السماوات والأرض، من خلق الشمس والقمر. هو يقينا عارف ان للكون ربا خالق، ولكن ده بيعلمنا عبادة التدبير والتفكر والتأمل بتخلي المخ يشتغل، وبالتالي بتفكر صح وبتاخد قرارات صح. وكان من الكعبة لغار حراء 3 ميل، يعني أكتر من 4.5 كيلو، ودي كانت مسافة. السيدة خديجة دورها إيه كزوجة؟ كانت تيجي غار حراء تحط الأكل وتمشي من غير ما تطيل على النبي عليه الصلاة والسلام. كانت متفاعلة معاه روحيا وعقليا، ولكن كانت في مساحة من الخصوصية اللي مش بتتعداها. خد بالك ان كل ده قبل نزول الوحي، وده بيعلمنا ان الزوجة لازم تكون في اعتدال، ولا كاتمة على نفس الزوج، ولا تكون في عالم وهو في عالم تاني. وفي ليلة القدر ونزول الوحي خد بالك من الحتة اللي جاية دي كويس. الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ مش في بيته ولا جنب الكعبة، ده في غار فوق جبل. يعني النبي مشي ودور وتعب في صعود الجبل، وده بيعلمنا ان الشخصيات اللي بتدور وتسرش هي اللي بتشوف فرص غيرها مش بيشوفها، وان الاستمرار في السعي بالفعل مش بالكلام هو اللي هيوصلك. جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، واول حاجة قالها له اقرأ، فرد النبي ما انا بقارئ. قال له اقرأ، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرأ، قال له بما اقرأ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. ليه أول حاجة تنزل هي اقرأ؟ وده بيعلمنا علشان توصل لحاجة لازم تقرأ وبعدها تتعلم وبعدها تجرب وتتعب علشان توصل. واوعى حد يقنعك انك لو عايز تكون مليونير بكرة الصبح هتكون مليونير. الموضوع عايز تعب وشغل وصبر وسعي. اوعى حد يضحك عليك ويقولك النجاح سهل وانك تقدر تنجح وانت في البيت. ما تخليش حد يستخف بعقلك ويتعب ويشتغل علشان توصل.